علاش كل واحد فينا تيكون جالس مع راسو بينه وبين راسو تطيح عليه الغمه، تيقول لك ما عرفت مالي، ما حاسس براسي مزيان، شي حاجه فيا لداخل ماشي هي هذيك، حس براسي باغي نبكي، حس براسي مغبن، حس براسي ما حامل حتى حاجه، حس مالك واش عندك شي مشكل؟ لا ما في ما عندي حتى مشكل، ولكن ما حاسش براسي مزيان، شي حاجه وحله ليا هنايا. وشويه كيبدا بنادم يبكي، تيبدا يتسائل مع راسو مالي، انا مالي. كنمشيو ولا داك الشق ديال عامه الناس، اول حاجه تفير السحور، تسحروا ليك عين بنادم هذا بزاف ديال الحوايج، انت مسحور يلاه غيبداو يزوروك فيه، اجي نزوروك هنا، اجي نزوروك هنا، اجي نديك من ليه، اجي نجيبوك من هنا. الوغ كو هذاك الاحساس اللي تيكون عندي احساس نابع من ما هو مخزن في اللاوعي ديالي، من التجارب اللي عشتهم في حياتي اللي كانوا قاسيه وما عطاتهمش الوقت باش يتعالجوا، الصدمات اللي كنعيشوهم نفسيه واللي كنخزنوهم في اللاوعي ديالنا واللي كنديروا راسنا باننا نسيناهم وحنا ما تعالجناش منهم وما خديناش الوقت باش نخرجوا منهم، هما اللي يبانوا لينا من بعد على شكل هاد النوبات ديال الحزن، هاد النوبات ديال البكاء، هاد النوبات ديال الغضب. كتلقى بنادم اقل حاجه كتاثر فيه، كتلقى بنادم اقل حاجه كتعصبو، لانه شنو كنديروا؟ كيوقع لنا بزاف ديال المشاكل في حياتنا ياك، الا ما جلستش وواجهت المشكل ونعطيه الوقت ديالو، نبكي، ناخذ الوقت ديالي في العلاج من المشكل، ودرت راسي بانني انا صعيب، انا واعر، انا ما تتاثر فيا حتى شي حاجه، صافي ندوزو لحاجه واحده اخرى، اش كندير؟ بحال كنجي وكنحل واحد الباب ياك، كيكون عندنا في الدار هذه معروفه بكاع المغاربه، كاين شي بيت تيتلح فيها التخربيق، شي حاجه ما فهمتيش انت علاش انت غتستعملها، المهم كاينه الوالده ديالك راه دايره داك البيت وما عندش شي واحد الحق انه يمشي يخمل ولا شي حاجه، انت كدير لا ميم شوز. اي حاجه ضراتك في حياتك، اي حاجه خلات عندك واحد الازمه واحد الصدمه نفسيه، كتشدها وتلوحها في داك البيت، ما تعالجاتش، ما لقيتي لهاش حل، كتشدها كتلوحها في داك البيت، لوح دزتي من هاد الازمه لوح في داك البيت، دزتي من الازمه الاخرى لوح في داك البيت، كتبقى تلوح 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 تلوح، ان سيغتان مومون داك البيت تيعمر ديال بصح وتيتلاحى لك داكشي كامل، وهذا ما يسمى بالاكتئاب. الاكتئاب راه ماشي هو واحد الحاجه اللي كتخلق ليا الاكتئاب، الاكتئاب هو الكومول، تراكم ديال مجموعه من الاحداث، تراكم ديال مجموعه من الصدمات، تراكم ديال مجموعه من الازمات اللي انا ما لقيت لهمش الحل، اللي انا ما واجهتهمش، اللي انا ما حاولتش انني نعالجهم، اللي انا كنضحك على راسي وكنقول انا واعر، راه صافي ديباسيتهم. التجاوز الصدمه، اي صدمه كيفما كان نوعها، صدمه ديال الموت، صدمه ديال الفراق، صدمه ديال انني ابوندونيت شي بوست، صدمه ديال انني وقعت لي شي مشكله في حياتي، اي صدمه في حياتي خصني نعطي لها الوقت، ما خاصنيش نتجاوزو بزاف، وخاصني نعطي لها الوقت الكافي تنتشافى، لانه ملي كتجيني هاد النوبات ديال الغضب بحال شنو كندير؟ عندي واحد الجرحه ياك، وديك الجرحه دارت ليا الكيح، انا شنو كندير لها؟ نورمالمون ديك الجرحه خصني نعالجها، خصني نبرك عليها، غادي نتالم وغنبكي وغيطلع ليا الدم مزيان، داكشي التفريغ الانفعالي هذاك مزيان، ولكن من بعد غادي تحيد داك الكيح، غادي يولي بخير. حنا شنو كنديروا بزاف ديال الازمات؟ لا صافي ما عندهمش شي مشكل، شنديروا؟ ما تنعالجوش المشكل من الداخل، ما تنحيدوش الكيح من الداخل، تنحيدوه غير من الفوق، تنديروا ليه سبارادرا، واحد الوقيته غتجي واحد الوقيته غادي يخرج داك الكيح عاوتاني وغادي يضرني، لانه ما تحيدش، لان العلاج ما كانش من الداخل. داكشي باش مثلا بعض الحالات اللي كيستدعيو اننا نعطيوهم علاج بالادويه، ماشي حنا اللي كنكونوا مسؤولين عليه بطبيعه الحال، كيكونوا لي بسيكياتر، ولكن خاص تكون متابعه نفسيه اون باراليل باش ملي تاخذ داك الدواء من بعد تعالج نفسيا، باش ما نكونش كندير غير سبارادرا.